موقف كوميدي جدا وغريب. في طالب من ايسلندا عنده 16 سنه، ما تفهمش ازاي قدر يجيب رقم الموبايل بتاع جورج بوش رئيس امريكي جورج دبليو بوش، واتصل بيه فعلا على الموبايل، ولسوء حظ او لحسن حظ مش عارف لقى الموبايل مقفول وفيه انسرنج ماشين، فساب رساله بهزار يعني وقال له انا رئيس ايسلندا وبعزمك تيجي عندنا ومش عارف ايه، حسب ما نشر في الصحف يعني ان فورا الرئيس الامريكي بلغوا طبعا ازاي النمره طلعت، وحاجه غريبه جدا. CIA الامريكيه توجهت فورا للناس اللي هم المخابرات في ايسلندا، والولد فوجئ بالناس جايين على باب البيت عنده وخدوه عشان يعرفوا، هو ما افصحش جاب النمره منين ولا اي حاجه. انا طبعا سيبك من العنف وان هم يروحوا الولد وكده، السؤال بقى طب ليه يا جماعه ما اتصلتوش بيه، ما ردتش المكالمه دي يا بوش تعرف بس مين اللي اتكلم، لان كانت محرجه جدا. الناس اللي بتسيء الفهم هتقول لك ده طبيعي، لا انا اقول لك المشكله جايه منين. هو جورج بوش يا جماعه عنده كارت ما عندوش خط، يعني هو من النوع اللي هو ايه عنده كارت، فهو عنده كارت طبعا ما بيحبش يتصل كتير. طب يا جورج اعمل له ميست او بلاش ميست، عارفين الرساله بتاعت كلمني شكرا ما بتيجي على طول كول مي بليز، هتبقى حلوه جدا. اكيد في امريكا اسمها كول مي بليز، لو سمحت يا جورج المره اللي جايه. الولد اتضايق ومش كل الناس عارفه ان انت معاك كارت. انا برضو حزين لحاجه ثانيه، انا كنت فاكر ان دايما ما علينا هو اللي بيحقق السبق الاعلامي في كل حاجه. امبارح يعني 4 قنوات مختلفه حققت سبق اعلامي على الهواء، كنت متغاظ، كان عندي غيره عمياء من الموضوع ده، لان فتحت قناه الساعه 6 تقريبا لقيت انفراد سبق اعلامي على الهواء، رئيس النادي الاسماعيلي بيعلن استقالته على الهواء بسبب الموضوع بتاع سيد معوض. انا زعلت ليه؟ انا ما عنديش حاجه زي كده في ما علينا. بعديها بساعتين لقيت محطه ثانيه طالع رئيس النادي الاسماعيلي فعلا بيعلن ومن هنا على الهواء استقالته على الهواء. قلت يا ربي، محطتين خبرين مختلفين تماما. على الساعه 9:30 كان في خبر في القناه الثالثه، لقيت رئيس النادي الاسماعيلي طلع بقى قال لك انا بعلن هنا فقط استقالتي على الهواء. جننت. بعديها ساعتين على الساعه 11:30 بالليل لقيت قناه رابعه وطالع الراجل بيقول لك انا عندي مفاجاه لم اعلنها من قبل، استقالتي على الهواء. فانا قلت يا ربي ليه احنا ما عندناش حاجه زي كده؟ دي اكيد حاجه نتناقش فيها مع ريهام وجورج، ازاي ان احنا يبقى عندنا سبق اعلامي زي كده. انا بس عايز اوضح لكم المشكله كانت جايه منين. القصه كلها لعيب اللي هو سيد معوض، وثوره عارمه في الاسماعيليه، على الاقل 25 واحد طلعوا في مظاهره قال لك لو اللعيب ده يا جماعه ساب الاسماعيلي هنخسر كل حاجه. هو بيلعب معاهم بقاله 9 سنين ما كسبوش تقريبا ولا بطوله، هم خايفين من ايه بقى؟ لو مشي لا قدر الله ما يكسبوش ولا بطوله، ودي بالنسبه لهم عمليه يعني الوضع هيفضل زي ما هو، هم خايفين جدا من كده، فقال لك خليه عندنا احسن. خش في اخبارنا بقى. اولا بوش في المنطقه وصل خلاص امبارح، كلمني بالليل ما ردتش، ما خلاص مش هرد عليه خالص. حماس منقطع النظير، عيد رياضي في الدقهليه، بوش جاي، والخطوره قالوا عليها ان هي زياره تاريخيه. ليه يا جماعه زياره تاريخيه؟ ان دي يا جماعه السنه الاخيره ليه، انتوا عارفين السنه الاخيره الرئيس الامريكي بيبقى قوي جدا، يعني قراراته يعني اقصى حاجه يقدر يعملها انه مثلا يتاخر بالليل بعد الساعه 11 او يتفرج على فيلم الكبار فقط او كده. هو جاي المنطقه ويعني يقول كلام كبير جدا. انا عندي هنا تفاصيل الناس اللي مسافره معاه، فبيقول لك ان هو معاه 650 عميل مخابرات ومستشارين وموظفين و20 سياره ليموزين و51 كلب، ما جابش قطط خالص. والظريف قال لك جايب معاه طباخين كمان، هو ما جابش حلاقين خالص لان هيحلقوا له هناك غالبا، فيعني هو مش محتاج حلاقه. توفيق ان شاء الله نعيما. مش عايز اتكلم كتير عنه عشان انا عارف دي حاجات بقى خاصه بيننا وبين بعض. طيب تحس الحلقه من ورا بتبقى جامده. خدكم الخبر خفيف شويه. فنان النجم الكبير، نجم الجماهير نمره 1 دلوقتي في المنطقه العربيه، تامر حسني، صور قويه جدا ليه في زياره لسوريا. قال كلام حلو هناك قوي، قال ان انا من اصل سوري وانا اتمنى ان انا اتزوج واحده سوريه. ربنا يكرمه ويسعد الناس هناك، البنات بقى منهاره وعياط وشحتفه وكده. فانا بس كنت قريت قبليها من مده، يمكن بقى كانت متفبركه ولا حاجه، قال لك ان انا مصري، كلي مصري ولازم اتجوز بنت مصريه. انا بس قلقان من حاجه، انا سامع ان هو هيعمل حفله قريب في موزمبيق، فلو انا موزمبيقي هتجوز واحده يعني بس حرام بعد كل الاحلام دي، بنات اللي كانوا في الحفله حرام. خبر تاني، احصائيه اتعملت في انجلترا، وانتوا عارفين انجلترا منظمين جدا، يعني كل حاجه عندهم احصائيات وارقام وخلافه. فقال لك احصائيه ظريفه جدا، قال لك 90% من المخدرات اللي بتباع في انجلترا جايه من افغانستان. حاجه حقيقي تفرح. فاكرين طبعا سنه 2001 بعد 11 سبتمبر والقصه دي، الامريكان والانجليز والالمان والعالم كله راح هناك عشان ايه؟ يعني ينقذ افغانستان من براثن الارهاب والفساد. حلوه براثن دي، وبعدين يخلوهم ناس محترمين ومتحضرين وكل الحاجات دي. الحمد لله نجحوا بعد 7 سنين ما شاء الله. ده مش بس بقوا كويسين، ده بيصدروا فين؟ بيصدروا لانجلترا كمان، وايه يعني حشيش ومخدرات وافيون. ده اللي احنا بنسميه، ودايما بنحب نديكم معلومه اضافيه كده، ده اللي بنسميه التبادل الثقافي والحضاري. يعني الانجليز رايحين يموتوهم والافغان بيكيفوهم، وفي الاخر بيموتوهم طبعا، بس ايه
بيظبطوهم حاجه بسيطه كده. طبعا انت قلت توقعات 2008، احنا المره اللي فاتت قلنا نجوم 2007، المره توقعات 2008 بجديه شديده. هديها لكم بتواريخ يعني مفيش اكتر من كده تمسكوها عليا بعد كده. 8 ابريل هيبقى اعلان حق قيام الدوله الفلسطينيه ان شاء الله. تكلفه زهيده للغايه، هتبقى $22 لانها هتبقى لعبه بلاي ستيشن جديده باذن الله، ويعني منتشره بشكل قوي جدا. هتحصل 8 ابريل باذن الله. 14 ايار مش هنقدر نقولها بتواريخ اللي هي العاديه، اعلان 7 فنانات التحجب والزواج واعتزال الفن. لكن 18 اذار اللي هو يمكن قبليها هيفكوا الحجاب ويعودوا للفن علشان ما حدش له دعوه بيهم خالص، دي علاقه بين الانسان وربه طبعا. حلوه دي. 28 ديسمبر جورج بوش رئيس امريكي هيكون خلاص بقى اخر خطاب ليه، انه كان هيعلن فيه انه كان سعيدا للغايه بكونه رئيسا لتايلاند، وهيرسل ميست كول لخالد حبيب عشان يسيب لي الرقم بتاعه. انا لن ارد، هيبعت لي كلمني شكرا او كول مي بليز، لن ارد عليه وهتبقى دي نهايه العلاقه تماما. مش بعد ما يسيب الرئاسه هيبعت لي النمره. القياده الامريكيه يوم 23 يونيو سوف تعيد صدام حسين وتعيد عدي وقصي تاني ان شاء الله. قياده العراق عدي وقصي هيتاخروا في السكه شويه عشان وقفوا يشربوا حاجه، فابوهم هيقتلهم على طول، وبعدين هو هيطلب ان هو يروح افغانستان لان العراق خلاص خلصت مفيش حاجه تعمل هناك يعني. 34 ديسمبر هتبقى ان شاء الله القعده الاخيره لاختيار رئيس لبنان ان شاء الله. هيعملوها بطريقه جميله جدا، هيعملوها بطريقه ستار اكاديمي، هيترشح فيها هيفاء وهبي ورولا سعد، وهنشوف مين فيهم هيختار ان شاء الله على الهواء مباشره، تبقى حصريا في معالينا باذن الله. يوم 23 عام الحصان اللي هو الصيني عشان الالعاب الاولمبيه في الصين باذن الله. صار عربي جامد جدا، ابو تريكه ويونس محمود وياسر القحطاني هيحصلوا على اعلى نسبه شعبيه في الصين خلال الالعاب الاولمبيه بدون المشاركه طبعا، 3 فرق ما وصلتش. في ثوره علميه كبيره جدا وبلبله طبيه هتحصل في نهايه العام، لان في فنانه عربيه مخضرمه ومشدوده للغايه هتعلن ان حلمها سنه 2008 ان هي تبقى ام، وده طبعا هيعمل بلبله جامده جدا. غالبا هتبقى ام المصريين في المستشفى، مش حته بعيد عن كده يعني. 8 اغسطس هيرتفع حد الادنى لدخول كليه الطب الى 118% ان شاء الله، والمفاجاه ان في 42 طالب من القسم الادبي هيحققوا المجموع ده وهيخشوا كليه الطب فعلا باذن الله. 23 نوفمبر افتتاح الهيئه العامه لتنظيم انفلونزا الطيور بعد وصول عدد الحالات الى 214. سعد الصغير هيحيي حفل الافتتاح بتاع الهيئه الجديده وعمل اغنيه قويه جدا هنا اللي هي هتبقى اغنيه الشعبيه بتاعت السنه، بحبك يا فراخ بحبك يا زكام. ودي كانت نهايه التوقعات بتاعتنا. اتحدى ان كل حاجه من الحاجات دي هتتحقق باذن الله. خليكم معانا وتابعوا التواريخ، اكتبوها عندكم عشان بس يبقى اي حد يرجع لي بحاجه بعد كده. عايز اقدم شكر خاص واطلع اداء الاثنين من جيوبي طبعا، الموضوع يستاهل. للسيد رئيس الوزراء كتبوا خبر جميل الاسبوع اللي فات في الجرايد ان هو رفض الموكب بتاعه يفتحوا له سكه على المحور، الطريق كان واقف وزحمه جدا، فقال لا ما نزودش العبء على الناس ان احنا نعطل الطريق وانا معدي. احساس جميل جدا. بعض الخبثاء قال لك هو كان قاصد يتاخر على ميعاد معين ما كانش عايز يحضره، كان في انترفيو عايز يزوغ منه حد تاني يعمله. لكن انا سعيد بالسلوك ده. انا بس عندي سؤال صغير، لان انا ساعات ببقى معدي. اولا انا لا يعنيني اطلاقا ان هم يوقفوني، لان اكيد اي مسؤول كبير اهم مني، انا يا دوب موظف عادي في حته، لكن دول بيفيدوا البلد بالكامل يعني، فيفتحوا لهم السكه مفيش مشكله خالص. اليوفط بقى اللي على المحور كلها بتقول اقصى سرعه 80، ففي بعض الاوقات لما بيعدوا جنبنا ماشي على 120 مستريح اللي هو الموكب كله يعني. فانا بس عايز اتاكد، هم طبعا اكيد معاهم رخص يعني، اكيد هيسحبوا الرخص قدام، فلما بيسحبوها هل بيرجعوها في نفس الوقت ولا بيروح ياخدها من من المرور؟ لان لو في نفس الوقت يعني بيدفع مخالفه صغيره وخلاص، هل بياخد وصل؟ يعني التفاصيل الصغيره دي يا ريت لو حد يقول لي عنها. مش عايز الناس المصورين بتوعنا يبتسموا الابتسامات الخبيثه دي خالص، لان الموضوع ده يعني يمكن ما كنتش احب اتكلم فيه في ليله عيد وكده. في واحد فيهم طلع مخالفه، اسلام طلع مخالفه ورا الكاميرا هناك. هناخد المخالفه دي هنعرضها بعد الجزء ده يا اسلام عشان نعرف هل انت كنت مع الموكب ولا